يا أصدقاء كرتونيتا. فيلمنا بيبدأ بنقطة مية ذهبية بتنزل من السماء على الأرض وبتزرع وردة ذهبية قادرة على شفاء أي مريض. بنشوف ست عجوز اسمها جاسل بتكون جاية عشان تاخدها، وبعدين بنشوف قصر بعيد بيعيش فيه ملك وملكة. تكون الملكة حامل في الشهور الأخيرة ولكنها بتحس بتعب شديد وبتكون محتاجة معجزة عشان تخف، فبيؤمر الملك حراسه إنهم يدوروا على الوردة الذهبية. بعدين بنشوف العجوز جاسل وهي قاعدة قدام الوردة وبتغني ليها أغنية عشان ترجعها شباب من تاني، وبعدين بتسيبها وتمشي، وبيجي الحراس وبيشوفوا الوردة وبياخدوها للملكة عشان تشرب منها. فعلا بتخف الملكة بعد ما بتشرب من الوردة وبتولد بنت صغيرة اسمها رابنزل، وبيكون باباها ومامتها فرحانين بيها وبيعملوا احتفال كبير بيوم ميلادها، بيطيروا مصابيح مضيئة في السماء. في اليوم التاني بنشوف العجوز جاسل في بيت الملك والملكة، وبتبدأ انها تغني الأغنية بتاعتها لحد ما شعرها بينور. تحاول انها تقص من شعرها ولكن بمجرد ما شعرها بيتقص بتختفي منه قدرته السحرية. بتقرر جاسل انها تخطفها عشان تعيش معاها على طول وتفضل محافظة على شبابها. وبيصحى الملك والملكة في اللحظة اللي رابنزل بتتخطف فيها، بيأمروا الحراس انهم يدوروا عليها في كل المدينة. وبعدين بنشوف برج مهجور في وسط الغابة واللي بتكون عايشة فيه رابنزل وجاسل اللي بتربيها على اساس انها بنتها، كانت دايما بتمنعها من انها تخرج بره البرج. بنشوف ان كل سنة من عيد ميلادها ان الملك والملكة بيطيروا الاف المصابيح المضيئة على امل انها ترجع ليهم في يوم. تعدي سنين كتير لحد ما بتكبر رابنزل وبيكون صاحبها الوحيد الحرباية باسكال اللي بيكون عاوزها تجرب انها تخرج بره البرج، ولكن رابنزل بتخاف وبتقوله ان بره البرج الناس وحشة ومؤذية. بعدين بتدخل رابنزل عشان تنظف البرج وبتفضل تسرح في شعرها وبتعرفنا ان هي بتحب القراءة وبتحب الرسم. بتكون متحمسة جدا ان باقي يوم على عيد ميلادها، بتكون مقتنعة ان المصابيح المضيئة دي بتنور عشانها. تفضل تتمنى رابنزل ان في يوم من الايام مامتها تسمح ليها انها تنزل تشوف الانوار دي من قريب. وبعدين بنشوف حرامي اسمه فلين رايدر ومعاه 2 مجرمين وهم بيحاولوا يدخلوا جوه القصر عشان يسرقوا تاج الاميره. بعد ما بيسرقوه بيهربوا هم ال3 من المكان. بعدين بنشوف رابنزل وهي بتستقبل مامتها في البرج وبتحاول تقول لها انها عاوزه تخرج بره البرج تشوف المصابيح المضيئه لانها حاسه ان المصابيح دي وراها سر وهي عايزه تعرفه، لكن مامتها بترفض وبتفضل تحذرها ان بره البرج في حراميه كتير عاوزين يسرقوها وانها صغيره مش هتقدر تدافع عن نفسها، وبتفهمها ان زمان كان في حد بيحاول يقص شعرها عشان كده هي بتخاف عليها وبتسيبها وبتنزل. بعدين بنشوف فلين رايدر وهو بيحاول يهرب من الحراس لحد ما بيوصلوا لطريق مسدود. بيطلب فلين من المجرمين انهم يرفعوه عشان يعرف يعدي. مجرد ما بيعدي بيسرق منهم الشنطة وبيضحك عليهم وبيهرب. بيفضل الحراس يجروا وراه لحد ما بيوصل لمكان سري في الغابة وبيكون في البرج اللي عايشة فيه رابنزل. قرر انه يطلع في البرج عشان يستخبى من الحراس. مجرد ما بيدخل البرج بتضربه رابنزل على راسه وبتخليه يفقد الوعي. بعدين بتحاول انها تخبيه في الدولاب قبل ما مامتها توصل، تاخد الشنطة اللي معاه وبتخبيها. بعدين بتوصل جاسل البرج وبتكون رابنزل متحمسة انها تقول لها على اللي حصل، ولكن بتقاطعها جاسل وبتتعصب عليها وتقول لها انها مستحيل تسمح لها انها تخرج بره البرج. بتفهمها انها هتغيب عنها كام يوم وبتسيبها وتنزل. بعدين بتروح رابنزل بتخرج فلين رايدر من الدولاب وبتربطه في الكرسي، واول ما بيفوق فلين بيستغرب من الشعر اللي مربوط على جسمه، ولما بيشوف رابنزل بيبقى مبهور بجمالها، ولكن رابنزل بتكون خايفة منه وبتحاول تفهم هو عرف مكانها ازاي. فبيحكي لها فلين عن اللي حصل وبيقول لها ان عرف البرج ده بالصدفة. بعدين بيسألها عن مكان الشنطة اللي فيها التاج، فبتتفق مع رابنزل ان هو لو وصلها للمكان المصابيح دي ترجع عليه الشنطة بتاعته. فبيقول لها فلين ان المصابيح دي بيطيروها الملك والملكة عشان الامير المفقودة، وبعدين بيوافق انه يساعدها. بينزلوا بره البرج وبتكون رابنزل متوترة وخايفة في نفس الوقت انها بتكون اول مرة تخرج بره البرج وخايفة ان مامتها تزعل منها انها خرجت من غير ما تستأذن. وبعدين فلين بياخدها عشان يروحوا مطعم. وبنشوف جاسل في الغابة بعد ما بتشوف الحصان الملكي ماكس وهو واقف لوحده في الغابة، فبتقلق جدا وبترجع البرج بسرعة عشان تطمن عليها. لما بتفضل تنده عليها ومفيش حد بيرد بتدخل من مكان سري وبتطلع جوه البرج، وبتتصدم جاسل بعد ما بتلاقي ان البرج فاضي. بالصدفة بتعرف مكان الشنطة اللي فيها التاج وبتشوف صورة فلين رايدر فبتعرف ان هو اللي خطفه. وبعدين بنشوف رابنزل وهي داخلة المطعم وبتكون خايفة جدا لان كل اللي في المطعم بيكونوا مجرمين وشكلهم يخوف. حاول فلين انه يخوفها عشان يرجعها البرج تاني ياخد منها التاج، لكن المجرمين بيفضلوا يتخانقوا مين اللي هيبلغ على فلان عشان ياخدوا المكافأة. تتدخل رابنزل وبتقول لهم ان ما ينفعش حد يبلغ عنه لانها محتاجاه يساعدها عشان تشوف المصابيح وان ده حلمها الوحيد، وبتفضل تسأل كل واحد فيهم عن احلامه. يبدأ كل واحد فيهم يقول حلمه، وفي اللحظة دي بيدخل عليهم رئيس الحراس مع الحصان ماك، فبيحاول يساعدهم واحد من المجرمين انه يهربهم من المكان.
بيعديهم من خلال باب سري، وبيعرف ماكس المكان السري وبيأمر الحراس انهم يمشوا وراه. بعدين بنشوف جاسل وهي بتوقع واحد في الكلام عشان تعرف النفق ده بيودي على فين. وبعد ما رابنزل وفلين بيعدوا من النفق بيحسوا ان الحراس وراهم، بيحاولوا انهم يهربوا منه، وبتستخدم رابنزل شعرها عشان تعدي الجنب التاني. بعدين بنشوف فلين وهو عمال يتحارب مع الحراس عشان يعرف يهرب منهم، وبيجي الحصان ماكس وبيفضل يتحارب معاه، ولكن على اخر لحظه بتسحب رابنزل فلين بشعرها وبتبعده عن ماكس، ولكن ماكس بيكسر السد وبيحاول انه يعدي ليهم، وفي اللحظه دي السد كله بينهار والميه بتغرق المكان، وبيهربوا بسرعه وبيدخلوا جوه نفق، لكن النفق ده بيكون ضلمه وما فيهوش اي مخرج، فبتزعل رابنزل وبتفضل تلوم نفسها لانها السبب في كل اللي حصل. بعدين بيحاول فلين انه يهديها وبيعرفها بنفسه ان هو اسمه يوجين مش فلين رايدر. بعدين بتفتكر رابنزل ان شعرها مسحور وبينور، فبتبدا انها تغني عشان ينور ليهم المكان. فعلا بيعرف يجيب مخرج للمكان وبيخرجوا منه. فلين مخضوض من شعر رابنزل السحري. بعدين بتشوف جاسل وهي مستخبيه ورا النفق، ونشوف 2 مجرمين وهم بيتكلموا عشان عايزين ينتقموا من فلين رايدر، عايزين ياخدوا منه التاج. وبعدين بتظهر قدامهم وبترمي لهم التاج وبتقول لهم انها تقدر تساعدهم في انهم يوصلوا لفلين رايدر. وبعدين بنشوف رابنزل وهي قاعده مع يوجين وبتلف شعرها على ايد لانها كانت اتجرحت من النفق، تفضل تغني ليه لحد ما شعرها بينور وجرح اللي في ايده بيخف. يبقى يوجين مصدوم من اللي حصل، فبتقول رابنزل ان شعرها مسحور وبيقدر يعالج جروح وبيرجع الشباب. كده مامتها كانت بتمنعها انها تخرج بره البرج، فبتصعب رابنزل على يوجين ان هي عمرها ما خرجت بره البرج، وبيبان ان الاتنين معجبين ببعض. اعترف ليه انها حبت اسم يوجين عن فلين رايدر. بعدين بيسيبها وبيقول لها انه هيروح يجيب حطب للنار ويرجع. بعد ما بيمشي بتظهر جاسل ظهرها من يوجين وبتقول لها انه بيستغلها عشان ياخد منها التاج، يكون عاوزاها ترجع معاها للبرج تاني، ولكن رابنزل بترفض وبتقول انها حاسه ان هو بيحبها. بترمي جاسل ليها التاج وبتقول لها بمجرد ما هياخده منك هيختفي من حياتك. بعدين بتسيبها وبتمشي، وبيرجع لها يوجين عشان يطمن عليها، فبتخبي رابنزل منه التاج. يكون جاسل والاتنين المجرمين بيراقبوه من بعيد. تاني يوم بنشوف الحصان ماكس وهو بيحاول يقبض على يوجين. بتصحى رابنزل وبتحاول انها توقفه وتهديه، فهمه ان هو بيساعدها عشان تشوف المصابيح، وان بعد ما يوصلها للمصابيح ممكن يقبض عليه عادي. بعد رحله طويله بتوصل رابنزل للمملكه وبتبقى مبهوره من اللي بتشوفه هناك. وبعدين بيجوا اطفال صغيرين بيضفروا ليها شعرها عشان مش بتبقى عارفه تمشي بيه في المملكه. بعدين بتشوف رابنزل صوره الملك والملكه وهم شايلين بنتهم الاميره المفقوده. وبعد كده بياخد يوجين رابنزل وبيركبها مركب عشان تتفرج على المصابيح المضيئه. وبعدين بنشوف الملك والملكه وهم مفتقدين بنتهم وبيطلعوا بره البلكونه عشان يطيروا المصابيح، وبتبقى رابنزل مبهوره بشكل المصابيح وهم طايرين في السماء، بتفضل تتفرج عليهم وهي فرحانه، وبتمسك مصباح منهم وبتطيره هي ويوجين. وقتها بتطلع عليه رابنزل التاج عشان تعطيهوله، ولكن يوجين وقتها مش بيبقى مهتم، وبيبان ان الاتنين بيحبوا بعض. لكن قبل ما يوجين يعترف ليها بحبه بيشوف الاتنين المجرمين وهم مستنيينه على الشط بره. بيستأذن رابنزل ان هو هيروح يعمل حاجه ويرجع ليها تاني، وبياخد منها التاج. بيروح يوجين ليهم وبيرمي ليهم التاج وبيقول لهم ان هو خلاص ما عادش عاوزه، وبيعتذر ليهم عن اللي حصل، لكن هما مش بيرضوا يسيبوه. وبعدين بنشوف رابنزل وهي قاعده مستنيه يوجين عشان يرجع، وبتفرح لما بتلاقي ان في ظل حد راجع، لكن بتلاحظ ان هما نفسهم الاتنين المجرمين. بيقولوا لها ان يوجين اخد التاج وهرب، يدوروا ريها على المركب عشان تصدق. بتزعل رابنزل ان هو خدعها وبتحاول تهرب من الاتنين المجرمين لحد ما بتيجي جاسل وبتضربهم وتنقذها منه، وبتروح رابنزل معاها البرج. وبعدين بنكتشف ان يوجين كان متخدر وما كانش في وعيه، وبيوصل بالمركب دي عند باب القصر، فبيشوف الحراس وبيقبضوا عليه. بنشوف رابنزل وهي قاعده في اوضتها وزعلانه انها وثقت في يوجين. بعدين بنشوفها وهي ماسكه حته قماشه مرسوم عليها الشمس بتاعه المملكه. فجاه بتحصل ليها حاجه غريبه بتفتكر فيها شكل الاميره المفقوده، وبعدين بتفتكر نفسها وهي لابسه التاج، وبتعرف وقتها انها تبقى الاميره المفقوده. وبتخرج بره اوضتها وبتقول لجاسل انها عارفه انها تبقى الاميره، وان هي حبساها هنا عشان تستغل شعرها. بتضايق منها انها خطفتها من اهلها الحقيقيين، ولما بتحاول جاسل انها تفهمها رابنزل بتتعصب عليها وبتزقها. بنشوف يوجين والحراس جايين ياخدوه عشان يعدموه. وقتها بيعرف من المجرمين ان جاسل هي السبب في كل اللي حصل، وبيظهر مجموعه من المجرمين اللي كانوا في المطعم وحاولوا انهم يساعدوا يوجين انه يهرب، وبمساعده الحصان ماكس في انه يرجع للبرج بتاع رابنزل تاني. لما بيوصل البرج بيفضل ينده عليها عشان تنزل ليه شعرها، وبمجرد ما بيطلع بتظهر جاسل وبتطعنه. وبعدين بتروح لرابنزل اللي بتبقى مكتفاها عشان تحبسها في مكان تاني. بتتكلم رابنزل معاها وبتقول لها انها لو سابتها تنقذه هتروح معاها اي مكان وعمرها ما هتسيبها ابدا. بتوافق جاسل وبتجري رابنزل على يوجين، وبمجرد انها
لسه هتغني بيقص يوجين كل شعرها وبيفقد قدرته السحريه، بتتحول جاسل لعجوز وحش وبتقع من شباك البرج، وبتبقى رابنزل قاعده حزينه عشان بتكون خايفه ان يوجين يموت، بتفضل تعترف ليه انها كانت بتحبه. مع اول دمعه بتنزل من عين رابنزل على جرح يوجين بيخرج منه نور والجرح بيخف تمام. بنشوف يوجين وهو بيفتح عينه من تاني وبتفرح رابنزل جدا انه لسه عايش. بعدين بنشوف الملك والملكه وهم بيجروا على البلكونه عشان يشوفوا رابنزل ويوجين، بتقرب الملكه منها عشان تتاكد انها بنتها، وبعدين بيجتمعوا كلهم وبيحضنوا بعض، وبتحتفل المملكه كلها برجوع الاميره المفقوده، تتجوز هي ويوجين وبيعيشوا مع بعض في سعاده للابد. وكده يبقى فيلمنا خلص. سلام.